يا أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن كتاب بصراحة ممكن يغير طريقة تفكير أي حد شغال في مجال الذكاء الاصطناعي. لو عايزين تاخدوا شغلكم من مجرد التجربة لمستوى الاحتراف، فالكتاب ده هو اللي بتدوروا عليه. اسمه Designing Machine Learning Systems للمؤلفة العبقرية تشيب هويان. طيب خلينا نبدأ بالسؤال اللي أكيد كلنا سألناه لنفسنا في وقت ما. بنقعد نتعلم ماشين ليرنينج ونفتح الجوبيتر نوت بوك ونبني موديل والنتائج تطلع تحفة والأكيورسي 100. وبعدين أول ما نفكر ناخد الموديل الجامد ده ونحطه في تطبيق حقيقي، تطبيق بيستخدمه ناس بجد، كل حاجة بتقف، كل حاجة بتتغير. هي دي بقى بالظبط الفجوة اللي بين عالم الأكاديميا وعالم البرودكشن اللي الكتاب ده جاي علشان يسدها. دي الأجندة بتاعتنا النهاردة، هنمشي على النقط دي واحدة واحدة. ليه الكتاب ده مهم؟ بيتكلم عن إيه؟ عقلية المؤلفة، إزاي نستفيد منه، مقارنة سريعة، وفي الآخر الخلاصة. الهدف إننا في نهاية الشرح ده كل واحد يعرف بالظبط الكتاب ده عشانه ولا لأ. يلا نبدأ. تمام، خلينا نخش في الموضوع على طول. طيب ليه الكتاب ده بالظبط؟ ليه مهم قوي الفترة دي؟ الإجابة بسيطة جدا، عشان بيملى فراغ كبير، بيتعامل مع كل التحديات اللي بتظهر بعد ما تخلص الموديل بتاعك، يعني مرحلة البرودكشن، المرحلة اللي تقريبا مفيش أي كورس بيتكلم عنها بالتفصيل. يعني لما حد متخصص في مجال الأمل أوبس واسم كبير زي شريا شانكر تقول إن ده الكتاب اللي يا ريت كانت قرته أول ما بدأت شغلها كأمل إنجينير، ده معناه إننا مش بنتكلم عن مجرد كلام نظري، دي خبرة حقيقية متجمعة بين إيدينا. والجدول ده بيلخص القصة كلها. الفرق بين الشغل في الريسيرش والبرودكشن فرق السما والأرض. في الأبحاث كل همنا هو البرفورمانس بتاع الموديل، أعلى أكيورسي وخلاص. لكن في البرودكشن لا، الوضع مختلف تماماً. عندك ستيك هولدرز مختلفين وكل واحد عايز حاجة. الليتنسي يعني سرعة استجابة الموديل بتبقى أهم بكتير من سرعة التريننج. الداتا مش ثابتة، دي بتتغير كل ثانية. والأهم بقى حاجات زي الفيرنس والانتربريتابيليتي، يعني الموديل ده عادل وما بيتحيز، وهل نقدر نفهم هو بياخد قراراته ازاي. الحاجات دي في البرودكشن مش رفاهية، دي أساسيات. حلوة قوي. طيب الكتاب ده بقى بيتكلم عن إيه بالظبط؟ هو مش مجرد شوية نصايح متجمعة، لأ، هو عبارة عن رحلة متكاملة. بياخدنا من الإيد كده ويمشي بينا خطوة بخطوة في اللايف سايكل الكاملة بتاعة أي سيستم ماشين ليرنينج. يعني إيه رحلة كاملة؟ يعني بيبدأ معانا من الصفر، من أول الداتا انجينيرينج والفيتشر انجينيرينج، وبعدين الموديل ديفلوبمنت لغاية الديبلويمنت. لكن الأهم من كل ده إنه مش بيسيبنا بعد ما السيستم يطلع، لأ، ده بيكمل معانا في مرحلة المونيتورنج والكونتينيوال ليرنينج. يعني إزاي نراقب السيستم وهو شغال ونخليه يتعلم ويتطور مع الوقت لوحده، بالظبط كأن عندك موظف بيتعلم وبيحسن من نفسه كل يوم. بس في نقطة مهمة جدا ولازم نكون واضحين فيها من الأول. الكتاب ده مش مقدمة للماشين ليرنينج. هو بيفترض إن اللي بيقراه فاهم يعني إيه linear regression أو decision tree. هو مش هيشرح الالجوريثمز دي، هو هيشرح إزاي نبني السيستم الكامل اللي بيشغل الالجوريثمز دي في بيئة حقيقية. نيجي بقى لشخصية الكتاب نفسه، أو بمعنى أصح عقلية المؤلفة تشيب هوين. عشان نفهم الكتاب ده بجد لازم نفهم هي بتفكر إزاي، لأن فلسفتها واضحة جدا في كل فصل وكل صفحة. فلسفة الكتاب كلها بتدور حوالين فكرة واحدة، systems thinking. يعني إيه؟ يعني الموديل مش هو النجم، النجم هو السيستم كله. هي بتركز على إن الشغل ده عملية iterative، يعني بنبني نسخة أولية ونحسنها ونرجع نعيد تاني وهكذا. كل ده معتمد على كيس ستاديز من شركات كلنا نعرفها. والأهم إنها بتربط كل قرار تقني بأهداف البيزنس، يعني مش بنعمل حاجة عشان هي كول وخلاص. ولما نتكلم عن حاجات زي الريلايبيليتي والسكيلابيليتي والمينتينابيليتي، دي بقى لغة المهندسين اللي بيبنوا حاجات بتعيش بجد. طيب نيجي للسؤال المهم، من الآخر كده اللي هيقرأ الكتاب ده هيستفيد إيه عملياً؟ يعني إزاي كل الكلام النظري ده هيتحول لمهارات ملموسة تنفع في الشغل أو في مشروع التخرج؟ اللي هيطلع من الكتاب ده هيعرف يعمل حاجات محددة جدا. هيعرف ازاي يعمل أتمتة للديبلويمنت والأبديت، يعني الموديل الجديد ينزل يشتغل مكان القديم من غير ما أي حاجة تقع. هيعرف ازاي يبني مونيتورنج سيستم يقول له الحق الموديل بتاعك أداؤه بدأ يقل. هيعرف ازاي يختار الماتريكس اللي بتخدم البيزنس بجد، مش بس اللي شكلها حلو في الريبورت. والأهم من كل ده، هيعرف ازاي يبني responsible ML systems، أنظمة نقدر نثق فيها. طيب عشان الصورة تكمل مهم قوي نشوف الكتاب ده مكانه فين على الخريطة. يعني لو حطيناه جنب كتاب تاني عملاق في المجال، ايه الفرق بينهم؟ المقارنة دي مهمة جدا.
كتاب Designing Data Intensive Applications بتاع مارتن كليبمان ده يعتبر الدستور بتاع أي حد بيتعامل مع Data Systems بشكل عام، هو الأساس. كتاب تشيب هيوين بقى بياخد الأساس ده ويبني عليه بس في الحتة بتاعة الماشين ليرنينج. بيركز على تحديات خاصة جدا بالأمل، زي مثلا الديتا دريفت اللي هو لما الداتا في الواقع تبتدي تتغير عن اللي الموديل اتدرب عليها، أو الكونتينيوال ليرنينج. يعني نقدر نقول إن كتاب كليبمان هو الأساس وكتاب هيوين هو التخصص اللي فوق الأساس ده. تمام، وصلنا لآخر محطة، الخلاصة. من الآخر، الكتاب ده لمين ومين ممكن يستنى عليه شوية؟ بصراحة الكتاب ده هيكون كنز لو أي حد بينطبق عليه حاجة من دول. أولاً لو حد فاهم أساسيات ال ML وعايز ياخد الخطوة اللي بعدها ويدخل عالم البرودكشن. تانياً لو حد شغال بالفعل ML Engineer أو Data Scientist أو حتى Platform Engineer. تالتاً لو حد بيعمل مشروع تخرج فيه جزء deployment حقيقي. وأخيراً لو حد عايز يفهم السيستم ثينكينج اللي ورا كلمة MLOps، مش بس يتعلم يستخدم كام أداة وخلاص. فالمقابل بقى، ممكن الكتاب ده ما يكونش أفضل اختيار دلوقتي لو حد لسه بيبدأ من الصفر خالص في الماشين ليرنينج، أو لو بيدور على كتاب يشرح له الالجوريثمز نفسها بالتفصيل، أو لو عايز كتاب كله كود وتوتوريالز. الكتاب ده بيركز أكتر على الكونسبتس والديزاين تشويسز، التفكير قبل الكود. ودي يمكن أهم جملة نطلع بيها النهاردة. الكتاب ده بيعلمنا إزاي نبني سيستم كامل، مش بس موديل بيطلع أرقام. النقلة دي في التفكير هي بالظبط الفرق بين الجونيور والسينيور في المجال ده. وأخيراً لو حابين تكملوا استكشاف، دي شوية keywords مهمة جداً الكتاب بيغطيها. كل كلمة من دول وراها بحر من العلم والتحديات والحلول. ممكن تكون دي بداية رحلة جديدة ليكم. وبس كده، سؤال أخير أسيبه معاكم. لو قررتم تاخدوا أول موديل ليكم للبرودكشن، تفتكروا إيه هيكون أكبر تحدي ممكن يقابلكم؟ فكروا فيها.